بعد ما كاميليا هتواجه أدهم بإنه هو اللي خلص على فريدة، أكيد أدهم بيدافع عن نفسه وهيقول لها على اللي حصل بالظبط. هقولك عليه دلوقتي من الكواليس بتاعة الحلقة الأخيرة للمسلسل. أدهم هيقول لكاميليا إنه سمع فريدة بتقول لهاشم إنه يكتب الأتيليه كله باسمها، بحجة إني مش هعرف أدير الأتيليه لوحدي وإن كاميليا هتضحك عليا، وكانوا بيقولوا عليكي إنك اتفقتي مع رشيد على عيلة هاشم ومعاكوا رغدة. وكاميليا طبعا بتقول له الكلام ده وهم وما حصلش، وهيكمل أدهم ويقول لها أنا أول ما سمعت الكلام ده الدم فار في نافوخي، وبعدها رحت سهرت مع أمجد في البار وكنت مش في وعي تماما، وبعدها قررت أروح أسرق العقود دي من مكتب المحامي كمال علشان أسجلها في الشهر العقاري، وساعتها هاشم وفريدة ما يعرفوش ينفذوا مخططهم. ولما رحت الاتيليه أنا اللي مشيت بتاع الأمن علشان محدش يشوفني وأنا بسرق العقود، وانتهزت إن فرصة فريدة مش هناك. ولكن وأنا باخد العقود فريدة دخلت عليا فجأة واتخانقنا مع بعض وحصلت مشادة كلامية ما بيننا، وانا زقتها ووقعت على المكتب. وقعت وقعة عادية، هي صحيحة عورتها بس ما تموتهاش. وبعدها انا طلعت اجري وسبت العقود وفريدة طلعت تجري ورايا لحد الريسبشن، وبعدها ما اعرفش جرالها ايه. وبعد لما فقت قلت اروح اعتذر لفريدة واصالحها على اللي حصل مني. لا، ولما رحت الاتيليه مرة تانية لقيت فريدة مرمية على الارض ورشيد جنبها. قعدت اشوف فريدة لقيت ان هي ماتت، وانا كان لازم اقول لبتاع الامن انه يقول للشرطة ان فريدة هي اللي مشيته علشان انا مشيلش القضية، وانا متأكد ان انا ضربتي مش هي اللي موتت فريدة. وهنا بقى كاميليا هتعمل نفسها مصدقة أدهم ورشيد كمان، ولكن بيتم القبض على أدهم علشان رشيد بياخد بلال بتاع الأمن وبيروح بالشرطة علشان يعترف بكل الكلام ده. وطبعا رشيد وكاميليا هيفضلوا ورا الموضوع لغاية ما بيطلعوا أدهم بريء. ورشيد هيبتدي يراقب مراد وأمجد وعبد الرحمن علشان يعرف إذا كان دخلوا ورا أدهم وخلصوا على فريدة ولا لأ، لأن رغدة دخلت وكان الأتيليه فاضي وما لقتش الورق أصلا اللي هي كانت رايحة علشانه، لأنه كان في مكتب فريدة. ورغدة كانت فاكرة إن هو في مكتب المحامي كمال. وطبعا هيوصلوا في الآخر إن أمجد بعد أدهم ما قال له إن هو عايز ينتقم من فريدة، وبعدها خرج وهو مش في وعيه. أمجد فضل يراقب أدهم لحد ما وصل الأتيليه وشاف كل اللي حصل ما بين فريدة وأدهم. وبعد أدهم ما مشي أمجد استغل إن فريدة مغمى عليها ومرمية على الأرض في الريسبشن بتاع الاتيليه، وكمان بتاع الامن مش موجود وهو جوه وشايف المنظر ده. لقى رشيد جاي من بره فقام اتداري في المكتب جوه وجاب الآلة الحادة بتاعة الجريمة وضرب رشيد على راسه، وبعدها ضرب فريدة خلص عليها، وبعدها عطل الكاميرات وهرب. وده علشان أمجد أكتر واحد كان متضايق من فريدة علشان سابته وراحت اتجوزت رشيد. ورشيد هيبتدي يشك في أمجد لما يلاقي إن عبد الرحمن بيقابل أمجد دايما. وطبعا عبد الرحمن علشان ما عرفش يطلع بمصلحة من رغدة بيستغل ان هو شاف امجد كمان، فبيروح لامجد وعايز منه فلوس علشان يتستر عليه، وده بيكون حل لغز موت فريدة القاضي في مسلسل وتر حساس. اما بقى مراد فاكيد بعد رشيد ما بيعرف كل حاجة عن مراد وانه كان بيتبلى على هاشم، رشيد هيصالح هاشم بالنيابة عن مراد وهياخد موقف من مراد والحياة كلها وهيسافر برا مصر تاني. ولو في موسم تالت هيرجع من مصر مع قصة جديدة، ورغدة بتتطلق من هاشم وكاميليا كمان بتتطلق من أدهم. وفي الموسم التالت بيفضلوا أبطال العمل الأساسيين رغدة ورشيد وكاميليا، وعيلة القاضي بتنتهي.